نبدأ مع بعض مراجعة علوم الصف الخامس الابتدائي الترم الأول. أول درس عندنا احتياجات النبات. أنواع النباتات: في نباتات بتعيش في التربة، في نباتات بتعيش في الماء وفي الهواء وعلى الصخور. زي ما الإنسان بينمو بيكون طفل صغير ويكبر لحد ما يبقى راجل عجوز، النباتات برضو بتنمو من البذرة، والبذرة تبدأ تكون الشتلة، والشتلة تنمو لحد ما تكون نبات كبير. وزي ما الإنسان فيه مكونات في جسمه زي الشعر والودان الأنف الفم البطن والصدر وهكذا، النبات برضو ليه أجزاء مهمة جدا. أول حاجة من تحت خالص الجذور، دي بتثبت النبات في التربة وبتمتص منها المية والأملاح المعدنية من التربة. بعد كده بيطلع الساق، والساق اللي بيحمل الأوراق والزهور والثمار. الأوراق طبعا هي أهم حاجة في النبات، هي مصنع الغذاء بتاع النبات وهنعرف دلوقتي ليه. والأزهار وهي أعضاء التكاثر، فهي تنتج البذور اللي بتمكن إن هو النبات ينمو من جديد. أول حاجة الجذور والشعيرات الجذرية، الجذر بيمتد في التربة عشان يمتص المية والأملاح من التربة، وبيخرج من الجذر شعيرات جذرية عشان توسع المدى اللي بيمتص منه المية والأملاح. الساق، في أنواع كتير من الساق، في ساق متسلقة زي ساق العنب، في سيقان مدادة على الأرض زي ساق نبات الفراولة، في درانات تحت الأرض زي البطاطس، وفي ساق خشبية زي الأشجار والنخيل، وفي ساق رأسية مستقيمة زي الزهور زي زهرة عباد الشمس. أما الأوراق، في أوراق صغيرة بتشبه الإبرة زي أوراق شجرة الصنوبر، وفي أوراق بتبقى مسطحة وعريضة جدا وكبيرة زي ورق نبات الموز. وزي ما الإنسان بيتنفس إن هو بيدخل الأكسجين وبيخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار المية في عمليات الشهيق والزفير، النبات برضو بيتنفس، بس النبات ما عندوش أنف، عنده في الورقة فتحات صغيرة جدا اسمها الصغور. الصغور دي بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وبتخرج لنا غاز الأكسجين وبخار المية، بعكس الإنسان بالظبط. وزي ما الإنسان بيتغذى ويقدر إن هو ياكل عشان يحصل على الطاقة، النبات برضو بيتغذى، بس النبات هنا هو كائن منتج أو كائن هو اللي بيصنع غذاءه بنفسه، زي ما قلنا إن هو مصنع الغذاء، لأن النبات بيمتص المية والأملاح من التربة، بتطلع في الساق وتوصل للورقة. الورقة قلنا إن هي مصنع الغذاء اللي فيها الصغور اللي بتمتص ثاني أكسيد الكربون. يبقى امتص ثاني أكسيد الكربون والمية طلعت لها من الجذور في حاجة جواها اسمها الكلوروفيل، وبتمتص معاها ضوء الشمس، بتكون الغذاء بتاعها اللي هو الطاقة اللي هو السكر الجلوكوز، وبتخرج لنا غاز الأكسجين. يبقى معادلة عملية البناء الضوئي ثاني أكسيد الكربون زائد مية في وجود الكلوروفيل الموجود في الورقة مع امتصاص ضوء الشمس بيدينا جلوكوز والأكسجين، وده ناتج ثانوي إن هو بيخرجه النبات، لأن النبات بيحتاج الجلوكوز ما بيحتاجش الأكسجين. وزي ما الإنسان بيقوم بعملية النقل اللي هو بالجهاز الدوري، إن هو الدم اللي موجود في الجسم بينقل الأكسجين والطاقة المواد الغذائية المفيدة، وبيخرج ثاني أكسيد الكربون والمواد الضارة من الجسم. فالنقل في الإنسان بيتم عن طريق الجهاز الدوري اللي بيتكون من القلب والأوعية الدموية. القلب وظيفته إنه بيدفع أو يضخ الدم في جميع أجزاء الجسم. الأوعية الدموية هي الأنابيب اللي بينتقل فيها الدم والغذاء والغازات. في منها نوعين، في شرايين وفي أوردة، وفي شعيرات دموية بتوصل ما بين الشرايين للأوردة وهكذا. الشرايين دي بتنقل الدم والأكسجين والجلوكوز من القلب إلى أعضاء الجسم، وأهمهم شريان الأورطة، أكبر شريان في جسم الإنسان. أما الأوردة هي بتعيد أو بترجع الدم وثاني أكسيد الكربون والغذاء إلى القلب والرئتين، يعني بتلم من جميع أجزاء الجسم وتديه للقلب، والقلب يديه للرئتين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. فالنبات برضو عنده عملية نقل، بس بدل الشرايين والأوردة عنده أوعية تانية اللي هي الأنابيب اللي بينتقل فيها المية والعناصر الغذائية، منها أوعية الخشب واللحاء. الخشب بينقل المية والعناصر الغذائية من الجذور عبر الساق، ومن الساق إلى الأوراق.
أما أوعية اللحاء بتنقل الجلوكوز من الأوراق إلى الأجزاء السفلية للنبات. وزي ما الإنسان بيقدر إن هو يتكاثر، يعني الأب والأم بيتجوزوا ويخلفوا أبناء صغيرة ويكبروا ويتجوزوا وهكذا، زي ما بيحصل فيه تكاثر، النبات برضو عنده عملية التكاثر اللي قلنا المسؤول عنها الأزهار. في منها أزهار كبيرة ملونة زي أزهار الحدائق، وفي أزهار صغيرة زي الأزهار بتاعة الأعشاب. وبيبدأ التكاثر عندي من البذور، يا إما البذور اللي موجودة داخل الثمرة بناخدها ونزرعها، يا إما البذور اللي موجودة في الزهرة بناخدها ونزرعها وبتكون لي نباتات جديدة. انتشار البذور بيكون عن طريق يا إما المية، دي في البذور الكبيرة زي بذور جوز الهند بتنتقل عن طريق المية وتروح من مكان لآخر وبتنمو هناك وبتكون نبات جديد، أو عن طريق الهواء، دي بتكون في البذور الخفيفة زي بذور الهندباء، أو عن طريق حركة الحيوانات والإنسان، الإنسان أو الحيوان هو اللي بينقلها زي بذور التفاح. يبقى عندي الإنبات زي شجرة التفاح مثلا، بناخد منها الزهور، أو من الثمرة بناخد البذرة، والبذرة بتنمو بتكون لي شتلة، والشتلة بيحصل لها إنبات وتنمو أكتر لحد ما تكون لي شجرة كبيرة أو نبات جديد. نبدأ في الدرس الثاني وهو انتقال الطاقة في النظام الغذائي. قلنا إن الكائنات الحية الإنسان والنبات والحيوان خدناهم قبل كده إن هما بيقوموا بالعمليات الحيوية، بنسميهم كائنات حية. أما أي حاجة تانية غير الإنسان والحيوان والنبات زي الطوب، الرمل، المية، الهواء، دي مكونات غير حية. فالكائنات الحية مع المكونات الغير حية بتكون لي مع بعض نظام بيئي. النظام البيئي ده مجتمع بيحتوي على كل من الكائنات الحية والعناصر الغير حية. زي المنزل، الإنسان اللي عايشين فيه في البيت دول كائنات حية، أو لو قطط أو حاجة كائنات حية. أما الكنبة، الصورة، الشباك، دي مكونات غير حية. زي الغابة، الحيوانات اللي فيها دي كائنات حية، أما الطوب، الرمل، المية، الصخور، دي أشياء غير حية. في الصحراء نفس الكلام، ده نظام بيئي برضو، النبات والحيوانات اللي موجودة دي كائنات حية، أما الرمل والأرض دي مكونات غير حية. البحار والمحيطات برضو مثال على نظام بيئي كبير، الأسماك والكائنات الحية والشعاب المرجانية اللي موجودة فيها دي كائنات حية، وأما الحاجات التانية المية والتراب دي مكونات غير حية. الغذاء والطاقة، بيحصلوا على الغذاء والطاقة. أول حاجة عندي بداية الغذاء أو بداية الطاقة كائن منتج بياخد طاقته بيستمدها من الشمس زي ما شرحنا في عملية البناء الضوئي، وبيكون النبات. اللي بيتغذى على النباتات كائنات مستهلكة أولية، دي الحيوانات اللي هي أكلة العشب زي الأرنب، زي الغزالة، البقرة، دي كائنات أكلة عشب مستهلك أولي. أما مستهلك أولي تاني ممكن يكون الجرادة، دي من الحشرات برضو. في كائنات بقى مستهلكة ثانوية اللي هي بتاكل الحيوانات أكلة العشب زي الضفدعة اللي بتاكل الجرادة، أو زي الثعبان، ده كائن مفترس أو كائن مستهلك ثالثي، الثعبان اللي كل الضفدعة يبقى ده رقم 3. أو الصقر اللي كل السمكة، أو الصقر اللي كل الثعبان. أو حيوانات مستهلك ثالثي زي النمر اللي بياكل الغزالة. وعندي برضو الوشق المصري أو القط البري، ده كائن مفترس ممكن يكون مستهلك ثاني أو مستهلك ثالث. الطائر اللي بياكل الدودة ده برضو مستهلك ثاني. كل ده انتقال الطاقة ده بيسميني سلسلة غذائية بتنتقل من الكائن المنتج لحد الكائن المستهلك. زي القمح، ده الغذاء أو الأكل بتاع الفار، والفار هو الأكل بتاع الأفعى، والأفعى هي الأكل بتاع النسر. فالطاقة انتقلت من القمح لحد ما وصلت لحد النسر. سلسلة غذائية مع سلسلة مع سلسلة بيكونوا لي سلاسل غذائية، وبتكون لي مع بعض السلاسل الغذائية دي شبكة غذائية بتكون متداخلة زي ما هو باين قدامك. فالشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة اللي بيمد الكائنات الحية بالطاقة. فاحنا كده قلنا ان الكائنات الحية بتتغذى على كائنات حية اخرى. طب مين اللي بيتغذى على الكائنات الميتة؟ عندي حاجات اسمها كائنات كانسة، هي الحيوانات اللي بتتغذى على الحيوانات والنباتات الميتة وبتقطعها إلى قطع أصغر، زي الصراصير، الذباب، سرطان البحر، الضباع، النسور.
وفي كائنات تانية محللة اللي هي بتفتت خالص الجسم نهائي وبتحوله للطاقة وبتخزنها ترجعها للأرض تاني، زي الحلزون، الرخويات، ديدان الأرض، الفطريات، البكتيريا. ومن هنا عرفنا عملية التحلل هي عملية تحويل المواد العضوية في جسم الكائن الحي بعد موته إلى عناصر بسيطة تزيد من خصوبة التربة. ومن الكائنات المحللة فطر العفن، ودودة الألف قدم، وديدان الأرض. التحلل والنفايات اللي هي القمامة أو الزبالة بمعنى أصح، في نفايات عامة دي بتكون من المنازل، المتاجر، المحلات، المدارس وغيرها. في نفايات صناعية دي بتكون من المصانع أو المعامل أو مواقع الإنشاء البنى، أو مخلفات طبية دي بتكون خطر من المستشفيات والعيادات والمواد الكيميائية الخطرة، أو مخلفات زراعية ده ما ينتج عن الزراعة من أوراق وأغصان وغيرها. النفايات العضوية هي بقايا الطعام أو الفضلات اللي بيستهلكها الإنسان أو الحيوان، أو بقايا النباتات، منها بتخش إلى التربة بتنتقل الطاقة. فبنبدأ عندي الطاقة من الشمس، بتدي الطاقة للكائن المنتج اللي هو النبات. النبات بيتغذى عليه الجرادة، الجرادة ممكن تاكلها العصفورة، العصفورة ياكلها الثعبان، أو الثعبان بياكل الفأر أو حيوان تاني، أو الثعلب اللي هو بيتغذى على الفأر اللي بياكل الحشرة اللي بتاكل النبات. كل دول أما بيموتوا بينتهوا ويتغذى عليهم الكائنات المحللة اللي بتاخد الطاقة وتمتصها وترجعها للأرض تاني، اللي بيتزرع فيها النبات، وتبدأ السلسلة الغذائية مستمرة في حلقة مستمرة. الدرس اللي بعده التغيرات في الشبكات الغذائية. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون منظم، في كائنات حية وفي مكونات غير حية وفي سلاسل غذائية منتظمة. زي مثال جزيرة بلاو، دي عبارة عن جزر كتير فيها كائنات حية، فيها إنسان وحيوان ونباتات موجودة، وبرضه بتستهلك الأسماك اللي موجودة في المية. وفيها مكونات غير حية زي المية الكتير اللي هي حواليها، فدي بيئة متكاملة ونظام بيئي كامل. بيحصل توازن بيئي، يعني أنا المزرعة زي المزرعة اللي قدامي، عندي نباتات كتير، وعندي بحيرة فيها مية، عندي حمامة، عندي بجعة، عندي أبو قردان طيور يعني، وعندي دب، وعندي غزلان وفيل، وعندي كائن مفترس أو كائنات مفترسة زي الثعلب. فربنا سبحانه وتعالى خالق عدد الكائنات المنتجة النباتات كتيرة جدا عن الحيوانات اللي هي أكلة العشب، أقل منها بتيجي الحيوانات المفترسة. لو عملت أي حاجة بوظت ده هيحصل خلل في التوازن البيئي. فدي سلاسل غذائية منتظمة ربنا خالقها سبحانه وتعالى. أنا لو جيت عطلت أي سلسلة من دي فهعمل خلل في التوازن البيئي. أسباب خلل التوازن البيئي في أسباب طبيعية، يعني ربنا هو اللي عاملها، زي الإعصار، الجفاف، البركان، الجليد، ارتفاع درجة الحرارة جدا أو انخفاض درجة الحرارة قوي، أو السيول. وفي أسباب صناعية الإنسان هو اللي عاملها، زي الملوثات اللي بتلوث البيئة. من مصادر التلوث المية والهواء، زي النفايات بتاعة السفن، أو إلقاء المواد البترولية في البحر، أو التلوث البلاستيكي، المواد البلاستيكية بنرميها، أو مخلفات المصانع. بنعمل خلل في التوازن البيئي، يعني أنا السلسلة اللي عندي دي، الشمس بتدي الطاقة للكائن المنتج اللي هو النبات، بتنقل الطاقة لكائن مستهلك زي الحيوانات أكلة العشب زي الأرنب، ومنها إلى الثعبان، ومنها إلى الصقر لكائن مستهلك. أنا لو جيت شلت الأرنب أو شلت الكائن المنتج هعمل خلل في التوازن البيئي. يعني إيه اللي هيحصل لو أنا ما كانش فيه كائن مفترس؟ ده اللي حصل في أرانب أستراليا. أرانب أستراليا ما كانش فيه كائنات مفترسة في الغابة أو المكان اللي هم حطوا فيه الأرانب. فقبل أول ما ودوا الأرانب كانوا 2 3 4 5 أرانب، فضلوا ياكلوا ويتكاثروا وياكلوا ويتكاثروا لحد ما تكاثروا جدا، وما لقوش أي نبات تاني إن هم ياكلوه، فابتدوا يموتوا وينتشر الأمراض، فده خلل في التوازن البيئي. زي السلسلة الغذائية التانية، عندي الطحالب المنتجة دي بيبقى في البحر، دي بديل للنباتات اللي موجودة على الأرض، اللي بتغذى عليها مثلا سمكة السردين، دي مستهلك أول، بيتغذى عليها سمكة التونة مستهلك ثاني، بيتغذى عليها سمكة القرش مستهلك ثالث. فلو ما كانش عندي أو اختفى سمكة القرش، فطبعا سمك التونة هيزيد كتير جدا
يبقى عدده أكبر من سمك السردين اللي مش هيلاقي ياكلها، فبالتالي هيحصل خلل في التوازن البيئي. الموطن الطبيعي هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي، بيبقى مناسب ليه من حيث الأرض، من حيث الأكل بتاعه، من حيث كل حاجة، ده الموطن الطبيعي بتاعه. لو جينا غيرنا بأي ملوث في الموطن الطبيعي ده، فبيحصل حاجة اسمها انقراض. الانقراض هو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية زي الديناصورات ما انقرضت، أو إن أنا بعمل خلل تاني. يعني لو جينا لنظام بيئي زي البحر، شعب مرجانية عايش فيها أسماك بأشكال مختلفة جوه المية. طب إيه اللي هيحصل لو حصل تلف للشعب المرجانية؟ الشعب المرجانية بسبب ارتفاع درجة الحرارة بيحصل لها حاجة اسمها ابيضاد الشعب المرجانية زي ما هو باين قدامك كده، فده تلوث. المواد البلاستيكية اللي احنا بنرميها بيتأثر بيها السلاحف، لأن هي بتفتكرها إن هي قنديل، إن هي جاية تتغذى عليه أو جاية تاكله، فتلاقي مواد بلاستيكية فيقف عندها في الجهاز الهضمي بتاعها فتتأثر وتموت. الجسيمات البلاستيكية دي قطع صغيرة من البلاستيك بتتكسر بواسطة الأشعة الفوق بنفسجية للشمس، فتبقى أصغر فأصغر، تيجي الحيوانات تيجي تاكلها فتتأثر بيها وتتدمر وتموت. أو الشعيبات المرجانية بتبتلع الجسيمات البلاستيكية فبرضه بتتضرر وبتموت. فكده حصل خلل في النظام البيئي بتاعهم. إصلاح المواطن الطبيعية المتضررة دي، يا إما بنعيد مصادر المية والغذاء بتاعتها، يا إما استرداد المأوى أو السكن الأصلي بتاعها. زي إن احنا بنعمل مشتل للشعب المرجانية، بناخد بقايا الشعب المرجانية اللي هي الصالحة اللي ما ماتتش، وبنحاول نوفر لها البيئة المناسبة بحيث إنها تنمو تاني وبتكون شعب مرجانية جديدة وننقلها لمكان بيئة مناسبة ليها أو موطن ليها. الدرس اللي بعده المادة في العالم من حولنا. العالم من حولنا فيه حاجات كتيرة جدا، كل الحاجات دي بتكون عبارة عن مادة. طب المادة هي ايه؟ أي حاجة بقدر إن أنا أقيس الكتلة بتاعتها كام جرام، أو أقدر أقيس الطول بتاعها، طولها قد ايه، كام سنتي أو كام متر، أو أقدر أقيس درجة الحرارة بتاعتها، أو إنها بتشغل حيزا من الفراغ. يعني لو مكان فاضي حطيتها هتشغل حيزا من الفراغ ده. فالمادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ، أو هي كل ما له كتلة وحجم. في أشكال كتيرة جدا من المادة، في حيوانات، في عرايس، في لعب، في طيارات، في بالونات، في حاجات كتيرة جدا من المادة. فالمادة أقدر أوصفها من حيث لونها أو شكلها أو حجمها أو درجة الحرارة بتاعتها أو درجة الصلابة أو الكثافة. درجة الصلابة يعني متينة ولا طرية، أقدر أحركها زي المطاط أو زي اللبان أو زي البالونة. والكثافة بتاعتها بحيث إنها بتطفو ولا ما بتطفوش. لما جينا نقسم المواد لقينا في مواد صنفناها إن هي عبارة عن هواء فسميناها مادة غازية، وحاجات بتدلق زي المية وزي العصير وزي اللبن سميناها مادة سائلة، وحاجات جامدة ناشفة زي الترابيزة والكراسي فسميناها مادة صلبة. فحالات المادة الثلاث صلب وسائل وغاز. المادة الوحيدة اللي بتوجد في الثلاث حالات هي المية، بتبقى صلبة زي التلج أو سائلة زي المية أو غازية زي بخار المية. برضو البركان عندي بيكون فيه حديد جوه منصهر أو معادن كتيرة منصهرة بتطلع على شكل سائل وبيخرج منها غازات اللي هي الأدخنة بتاعتها، وما بتخرج بره وتبرد بتبقى الحديد الصلب بتاعنا. ففيها الثلاث حالات اللي هي السائل والصلب والغاز. الحالة الصلبة ليها شكل ثابت وبتأخذ حيزا من الفراغ ولا يمكن أن تنسكب، زي قطعة التلج اللي أنا حطاها في كوباية فشكلها ثابت وواخدة حجم من الكوباية ما تقدرش إنها تدلق. أما الحالة السائلة بتأخذ شكل الإناء اللي أنا حطه فيه، يعني حطيته في مدور أو مكعب هياخد نفس الشكل، وتأخذ حيزا من الفراغ يعني ليها حجم ويمكن أن تنسكب، يعني ممكن إنها تدلق. الحالة الغازية لا ليها شكل ثابت ولا ليها حجم ثابت وبتنتشر في كل مكان زي العطر أو البرفيوم. وزي ما شايفين السائل بياخد شكل إناء اللي هو موجود فيه، حطيته في مثلث، حطيته في مكعب، حطيته في اسطوانة، حطيته في دايرة، واخد نفس الشكل بتاعنا. حالات المادة بقدر أحولها من الصلب للسائل ومن السائل إلى الغاز، بحيث إن أنا المادة الصلبة لما بسخنها تتحول للسائل، والسائل لما سخنه يتحول لغاز والعكس.
الغاز لو بردته يتحول لسائل، والسائل لو بردته يتحول لصلب. طب احنا لو مسكنا وفتتنا المادة دي كسرناها زي حبيبات الرمل الموجودة قدامنا، وجينا بصينا عليها بجهاز اسمه الميكروسكوب، ده موجود عندنا في المعمل، ونشوف منه المادة بتاعتي. فجينا شفنا ان دي المادة الصلبة شكلها كده، والمادة السائلة بالشكل ده، والمادة الغازية بالشكل ده. عشان نثبت ان في جسيمات جوه، ان احنا لو مسكنا كورة فيها هوا وفضلنا حركناها او بالونة، هنلاقي ان في اجزاء بتتحرك هنا وهنا، فمعنى كده ان في حاجة جوه بتتحرك. او البالونة لو احنا نفخناها زيادة عن اللزوم بتفرقع، فمعنى كده ان في حاجات جواها. فجسيمات الحالة الصلبة بتكون شكلها بالشكل ده، متماسكة جدا، فيها قوة ترابط عالية، المسافات ما بينها وما بين الجسيمات صغيرة قوي قوي قوي. أما الحالة الغازية بتكون العكس، بتكون سريعة جدا، والمسافات ما بينها كبيرة جدا، والقوة ما بينهم قليلة خالص. أما الحالة السائلة وسط ما بين الصلب وما بين السائل، يعني المسافات ما بين جسيماتها متوسطة، السرعة بتاعتها متوسطة، قوة الترابط بتاعتها متوسطة. فجينا مثلنا وعملنا أشكال من نماذج المادة دي، زي الشكل قدامك ده نموذج، ومثلنا كل جسيم بشكله وطريقة الروابط بتاعتها. وفي نموذج تاني مجسم للكرة الأرضية، جبنا الكرة الأرضية عشان نعرف ندرسها، وصغرناها وعملناها شكل الكرة الأرضية اللي هي باين قدامك. المجموعة الشمسية مثال من النماذج، ان احنا بنشوف الاجسام الضخمة نشوفها عن قرب، زي نموذج مجسم المجموعة الشمسية، او نموذج مجسم للكرة الارضية. او ان انا ممكن اعمل نموذج تاني لحاجات صغيرة جدا، بنكبر الاجسام الصغيرة عشان نقدر ان احنا ندرسها بسهولة، زي نموذج المجسم للجراثيم والفيروسات. وفي نموذج تاني مجسم للبروكان، ده بيوضح كيفية عمل الاشياء. ومن دراستنا للمادة وحالات المادة قدرنا نوضح حالات المادة أثناء طهي الطعام وإحنا بنعمل الأكل. المواد الصلبة، الأكل اللي أنا بعمله دي مواد صلبة. المية اللي أنا بسوي فيها، مثلا بعمل شوربة خضار، فالخضار ده مادة صلبة، الشوربة دي مادة سائلة، الحلة اللي أنا بستخدمها دي مادة صلبة، البخار اللي بيطلع ده مادة غازية. وقدرنا نستفيد منه برضو في تجميد المواد، بحيث ان احنا قدرنا نحافظ على الطعام في تجميده في الفريزر لفترة، ونقدر ان احنا نستخدمه تاني. نيجي نشوف بقى انتقال الحرارة. لو مسكنا مكعبات تلج أو عصير ساقع، بنحس إن احنا ايدينا بعد شوية سقعت. لو مسكنا كوباية شاي سخنة بنلاقي ايدينا بعد شوية سخنت. فايه اللي بيحصل هنا؟ أي جسمين متلامسين، يعني حطيتهم جوه بعض، زي ما أنا مسكت الكوباية، الحرارة بتنتقل من الجسم الساخن للجسم البارد. يعني لما مسكت كوباية شاي، فالحرارة انتقلت من الشاي اللي هو حرارته عالية لإيديا، عشان إيديا حرارتها أقل. أما لما مسكت مكعب تلج، فالتلج حرارته أقل من إيدي، فالحرارة انتقلت من إيديا للتلج، وحسيت بالبرودة. لكن لو كان الجسمين المتلامسين دول متساويين في درجة الحرارة، فمش هيحصل أي انتقال في درجة الحرارة. طيب ماذا يحدث عند وضع خضار مسلوق ساخن في إناء به مية باردة متلجة؟ جبت خضار سخن حطيته في مية متلجة، فكده مين السخن؟ هو الخضار الساخن، هيتنقل الحرارة منه للمية المتلجة، فبعد شوية هنلاقي إن المية بردت ما بقتش سخنة. ندخل على الدرس اللي بعده، وهو وصف المادة. قدرنا نستخدم المادة في حياتنا العامة، زي إن إحنا في المناطق الباردة اللي بيتكون عندها تلج وجليد، عملوا المنازل، صنعوا المنازل على أشكال بحيث السقف بتاعها يكون معدني، عشان التلج يقدر إن هو ينزلق من عليها بسهولة، يعني يتزحلق من عليها بسهولة. أما في المناطق الاستوائية شديدة الحرارة، فبيصنعوا سقف المنزل من الخشب، وعشان الخشب رديء التوصيل للحرارة. أما في البيئة الصحراوية في الصحراء بيعملوا السقف من الطين عشان تحميهم من الحرارة. من الأدوات اللي أنا بستخدمها عشان أقيس أي مادة عندي، بستخدم الشريط قياس أو المسطرة دي عشان تقيس بيها الطول، والميزان عشان أقيس بيه الكتلة، ووعاء القياس عشان أقيس بيه الحجم المادة، بالذات لو حجم مادة سائلة. لكن لو مادة صلبة بقيسها بالمسطرة، زي مكعب بعرف طول والعرض والارتفاع واضربه ببعض، أو متوازي مستطيلات. بالقياس بستخدمه بالقوانين زي ما احنا خدنا في الرياضة، وبعرف الحجم بتاعها. أما لو مادة سائلة بستخدم وعاء القياس.
أما عشان نقيس درجة الحرارة بنستخدم مقياس الحرارة اللي هو الترمومتر. فمن الخصائص الفيزيائية للمادة زي ما قلنا هي الخصائص التي يمكن قياسها أو ملاحظتها دون أي تغيير في طبيعة المادة، زي اللون، الشكل، الحجم، الرائحة، الملمس، الكتلة، وأقدر أعرفهم بالحواس الخمسة بتوعي. أما الخصائص الكيميائية هي الخصائص التي يمكن قياسها أو ملاحظتها إذا حدث تغيير واضح في طبيعة المادة، زي إن المادة قابلة للاشتعال ولا لأ، أو قابلة للصدأ ولا لأ. فالخصائص الكيميائية لا يمكن قياسها إلا إذا حدث تغيير واضح. أنا شايف مثلا إن المادة دي احترقت، شايف إن المادة دي حصل لها صدى، فبيبقى فيه تغير واضح عليها. فالحجم والكتلة من خصائص المادة التي يمكن قياسها. الحجم عرفنا أنه هو مقدار الفراغ الذي تشغله المادة، وحدات قياس الحجم اللتر والملي لتر والسنتيمتر مكعب. اللتر فيه 1000 ملي لتر، وبيساوي برضو اللتر 1000 سنتيمتر مكعب. وقلنا الحجم بنقيسه يا إما بالأدوات القياسية لو كان منتظم أو بوعاء القياس. أما الكتلة بنقيسها باستخدام الميزان، والكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. وحدات قياس الكتلة كيلو جرام وجرام وطن. الكيلو جرام 1000 جرام، والجرام بيعادل أو بيساوي كتلة مشبك الورق. أما الكيلو جرام بيعادل أو يساوي كتلة لتر من المية. درجة الحرارة بنقيسها بالترمومتر. درجة الحرارة هي مقياس مدى سرعة الجسيمات المكونة للمادة. الجسيمات الأسرع طبعا بتكون درجة حرارتها أكبر من الجسيمات البطيئة. يعني الحالة الغازية هي أسرع من الحالة السائلة، وهي أسرع من الحالة الصلبة. من خصائص المادة عند قطع جسم إلى نصفين متساويين فإن كتلة كل نصف تساوي الأخرى. وتغيير حجم الجسم ده ما بيأثرش على الخصائص الفيزيائية بتاعته، ولا لونه بيتغير ولا شكله بيتغير ولا حجمه بيتغير. أنا بقسمه ده ما بيأثرش على الخصائص الفيزيائية بتاعته، ولا لونه ولا طعمه ولا شكله ولا ريحته. ويمكن تقسيم المواد إلى مجموعات إذا اشتركت في صفة فيزيائية مع بعض. زي مثال الطفو، يعني مين اللي بيطفو على سطح المية؟ عندي مكعبات من الخشب أو كرة التنس دي بتطفو على المية. أما حاجات تانية زي مشبك الورق، المسمار، قطعة من الحديد دي بيغوص جوه المية. زي الانجذاب للمغناطيس، عندي المشبك المعدني أو قطعة الحديد دول بينجذبوا للمغناطيس. أما مكعب من الخشب، كرة تنس طاولة، أستيكة، قلم، براية، ما بتنجذبش إلى المغناطيس. في مفهوم خاطئ عندنا إن الجسم الأكبر في الحجم بيكون أكبر في الكتلة، وده طبعا مفهوم خاطئ، لأن زي الكرة البلاستيك دي بيكون حجمها كبير لكن كتلتها صغيرة. أما كرة من الحديد دي حجمها أصغر بس كتلتها أكبر، فده مفهوم خاطئ. من الخصائص المفيدة لبعض المواد زي الهيليوم، ده غاز خفيف وغير سام وغير قابل للاشتعال، لذلك هو آمن في الاستخدام. وغير سام وغير قابل للاشتعال دي خصائص كيميائية. واستخدمنا غاز الهيليوم في تعبئة البالونات، وبالونات الهيليوم دي أخف في الوزن من البالونات المملوءة بالهواء، وبنستخدمها في المنطاد اللي هو الباراشوت. أما النحاس جيد التوصيل للكهرباء، دي خاصية فيزيائية. أقدر إن أنا أشكل النحاس على شكل أسلاك رفيعة، دي برضو خاصية فيزيائية. بقدر استخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهرباء لأنه جيد التوصيل للكهرباء، دي برضو فيزيائية. بقدر استخدمه في صناعة أواني الطهي، دي برضو فيزيائية. التوصيل هي قدرة المادة على نقل الكهرباء أو الحرارة، والنحاس بيتميز بده. مقدرش استخدم الخشب في صناعة الأسلاك الكهربية لأنه غير جيد للتوصيل للحرارة أو رديء التوصيل للحرارة. أما الزجاج مادة شفافة بتستخدم في صناعة النوافذ والمصابيح والنظارات. ومن دراسة المادة في بعض المهن قامت على قياس المادة ودراستها، زي المهندسين اللي بيحتاجوا إن هم يقيسوا الأطوال، أو الخباز اللي عايز يعرف كتلة المواد عشان يقدر يصنع الخبز، أو العلماء عشان يعرفوا حجم الكوكب، أو اللي بيرسموا الخرائط عشان يعملوا قياسات للأرض. والخرائط دي بتزودنا معلومات كتير عن الأماكن والاتجاهات والمناخ. أما التغيرات بقى اللي بتحصل للمادة زي ما قلنا من صلب لسائل ومن سائل لغاز والعكس، دي حالات المادة. متتغيرش كتلة المادة عند تسخينها أو تبريدها. بتغير الحالة الفيزيائية، لا يتغير كتلة المادة في التحول التلج للمية، ده مبيغيرش من كتلتها. دي حالة فيزيائية مبيتغيرش الكتلة بتاعتها، الكتلة عندي بتفضل ثابتة
ما بتتغيرش. بتتأثر سرعة الذوبان بالعوامل المحيطة بالمادة، فالتلج بيدوب بسرعة كلما زودت درجة الحرارة، كل ما كان في درجة حرارة أعلى التلج يدوب أسرع. الحرارة بتزيد من سرعة الذوبان، مكعب التلج بيكون في الحالة الصلبة ده ما لا يتدفق، ليه شكل ثابت، ليه حجم ثابت زي ما احنا قلنا. حركة الجسيمات والحرارة، قلنا جسيمات المادة الصلبة قريبة أوي من بعض ومترابطة، جزيئات المادة السائلة دي أقل ترابط، وعشان كده بتكون بتتحرك أسرع عن المادة الصلبة. المادة الغازية بتكون متباعدة وغير متماسكة، عشان كده بتنتشر بسرعة كبيرة. وكل ما بزود سرعة حركة الجسيمات بتزيد الطاقة الحرارية بتاعتها. فتحولات المادة، عشان أحول من صلب لسائل أنا بسخن، يعني التلج عشان يتحول مية بسخنه في درجة حرارة أعلى، فكده بعمل حرارة، فالحرارة دي بتحرك لي الجسيمات فبيبعدوا عن بعض فيتحول للحالة السائلة. السائلة المية بتبقى المسافات ما بينهم متوسطة وقوة التماسك ما بينهم متوسطة، اما بسخن أو بعمل درجة حرارة أعلى فالجسيمات بتبعد عن بعض أكتر وبتقدر تتحرك أسرع، فالحرارة بتزود من حركة الجسيمات وسرعة الجسيمات. درجة حرارة المادة هي مقياس مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة، فعند المية بتتجمد عند درجة صفر، فالصفر هو تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة. أما درجة غليان المية هي عند 100 درجة مئوية، فدي تحول المادة أو المية من الحالة السائلة للحالة الغازية بيكون عند درجة 100 درجة مئوية. طب إيه اللي هيحصل عند وضع ماء سائل في فريزر التلاجة؟ لما بتقل درجة حرارة المية الجسيمات بتفقد الطاقة بتاعتها فبتتباطأ، بتقل حركتها وبتقرب من بعضها، عند درجة حرارة أقل من الصفر بيتجمد المية ويصبح تلج. طب ايه اللي هيحصل لو أنا سبت مكعب التلج في الهواء بره؟ أنا عندي مكعب التلج ده بيكون فيه درجة حرارة قليلة، ما بخرجه بره بيخرج للجو، ده بيكون درجة حرارة أعلى من التلاجة أو أعلى من فريزر التلاجة. فعند ارتفاع درجة حرارة المية بتكتسب الجسيمات المادة طاقة وتزود الحركة بتاعتها وبتتباعد عن بعضها، فعند درجة حرارة أكبر من الصفر بينصهر مكعب التلج ويصبح مية. فتحولات المادة من صلب لسائل بنسميه انصهار، من سائل لغاز بنسميها تبخر، من غاز لسائل بنسميه تكثيف، من سائل لصلب بنسميها عملية التجمد. نيجي نشوف المخاليط في الطبيعة. المخلوط ده بيتكون من خلط مادتين أو أكتر دون أن تؤثر في الخواص الفيزيائية بتاعتها المواد المكونة لها، زي طبق السلطة. طبق سلطة الفواكه بيتكون من فواكه كتير، موز، عنب، تفاح، برتقان. أنا بقطعه بغير من حجمه لكن الطعم ما بيتغيرش، اللون ما بيتغيرش، الريحة بتاعتها ما بتتغيرش، أنا بس حطيتهم مع بعض. مثال تاني الجرانيت الوردي، ده بيكون من 3 ألوان زي ما هو باين قدامك. الهواء الجوي ده بيتكون من العديد من الغازات، فيه أكسجين وثاني أكسيد الكربون ونيتروجين وغازات أخرى. مية البحر بتتكون من مية وأملاح وكائنات الأسماك والحيوانات البحرية اللي تحت. سلطة الفواكه من العديد من الفواكه. دي أمثلة على المخاليط. الفرق بقى ما بين المخلوط والمركب إن المخلوط عندي بيتكون من خلط مادتين أو أكثر ودون أن تؤثر فيه الخواص الفيزيائية للمواد المكونة لها. أما المركب بيتكون برضو من مادتين أو أكتر بس بيتحدوا كيميائيا عشان يكونوا مادة جديدة خالص مختلفة عن المواد المكونة ليها، ويصعب إن أنا أرجعهم تاني. يبقى من خصائص المخاليط اللي بيتميز بيها عن المركب إن هو بيتكون من مادتين أو أكثر زي الهواء الجوي، أقدر أفصل مكوناته بسهولة زي فصل الرمل عن الصخور، ويمكن رؤية مكوناته أحيانا زي سلطة الفواكه. ومن خصائص المخلوط برضو إن هو بيختلط المواد المكونة ليه خلط فيزيائي. تاني حاجة إن هو بيحتفظ كل مادة من الخواص بتاعتها، زي ما أحط السكر بالمية فالسكر بيحتفظ برضو بمذاقه الحلو. أما طريقة فصل المخاليط أقدر أفصلهم بطرق مختلفة، منهم طريقة الترشيح، دي بستخدمها عشان أفصل المواد اللي بيكون جسمها أصغر من المواد التانية، زي طريقة فصل الرمل عن الماء، فبحط ورقة ترشيح وبفصل الرمل فوق والمية بتنزل تحت. تاني طريقة التبخير، دي بستخدمها عشان أفصل المواد عند درجات حرارة معينة، فببخر بحيث إن مثلا زي المية بملح هبخر المية وأحصل عليها والملح هيتبقى تحت،
أو بيستخدموا ده برضو في تكرير البترول، إنه بيفصلوا كل مادة من البترول على حدة. من خلط المواد وحساب الكتلة بتاعتها، إن الكتلة زي ما قلنا لا تتغير بتغير المكان أو بتغير أي حاجة، الكتلة عندي ثابتة. يعني لو جيت حطيت 30 جرام من المية مع 20 جرام من عصير الليمون هيديني 50، فبعد خلطهم هاجي أحسب الكتلة بتاعتهم هلاقيهم 50 برضو، فالكتلة زي الكتلة اللي دخلت هي نفسها الكتلة اللي خرجت. يبقى كتلة المخلوط بتساوي مجموع كتل المواد المكونة للمخلوط. نيجي نشوف التغيرات الفيزيائية والكيميائية. التغيرات الفيزيائية ده تغير في الشكل أو الحجم أو حالة المادة دون تغير في خواص المادة، مغيرش في خواص المادة. زي قص القماش، قماش وقصيته فهو شكله زي ما هو، لونه زي ما هو، ملمسه زي ما هو، أنا ما أثرتش فيه، ده تغير فيزيائي. ذوبان الشمع، الشمع ساح، ده تغير من حالة صلبة لحالة سائلة، لكن هو نفسه خصائصه هو نفس الشمع. تقطيع الخضروات، يعني الطماطم اللي قطعتها هي برضو الطماطم، ده برضو تغير فيزيائي. صناعة الكرسي من الخشب، هو برضو كده هو ده الخشب، ده برضو الخشب، فأنا مغيرتش في خواصه من جوه. يبقى دي كلها أمثلة على التغير الفيزيائي. يبقى أي تقطيع، أي قص، أي ذوبان، أي تحولات مادة، دي تغيرات فيزيائية. أما التغيرات الكيميائية بتنتج مادة جديدة من اتحاد مادتين أو أكثر، وبتختلف المادة الجديدة في خواصها عن المواد المكونة ليها أصلا. زي مثلا صدى الحديد، الحديد عندي ده مادة، جه اتكون عليه صدى، والصدى ده قشرة كيميائية حمراء بتنتج من تفاعل الحديد مع الأكسجين، فبسميها أكسيد حديد. يعني كون لي من الحديد بقى أكسيد حديد، بقى مادة تانية خالص، معرفش أرجع الأكسيد الحديد ده لحديد تاني. بيحصل الصدى نتيجة التفاعل ما بين الحديد والأكسجين، وده لما بيتعرض للمية أو بخار المية، فده عندي تغير كيميائي كده، غير في الخواص بتاعتها. المثال التاني احتراق، الاحتراق ده برضو تغير كيميائي. أي احتراق عندي تغير كيميائي، احتراق خشب، احتراق ورق، احتراق أشجار، احتراق أي حاجة، ده تغير كيميائي. ده بيحدث بسبب تفاعل الأكسجين مع الكربون مع الهيدروجين، وسبب الحرائق التغير الكيميائي للمواد زي تحول الخشب إلى رماد. والتفاعلات الكيميائية داخل الجسم بتساعد على هضم الطعام. وانصهار المواد أو تغير حالات المادة، دي لا تتغير الكتلة المادة عند تسخينها أو تبريدها أو خلطها مع مواد أخرى. درجة الحرارة هي العامل الرئيسي في تغيير حالة المادة من صلب لسائل أو من سائل لغاز أو العكس. كتلة المخلوط بتساوي مجموع كتل المواد المكونة ليها. وبقدر أفصل مياه البحر المخلوط للحصول على مياه الشرب بطريقة التبخير زي ما احنا شرحنا قبل كده. كنا نكون انتهينا من شرح المراجعة، نتمنى نكون استفدنا، ونتقابل الترم التاني إن شاء الله.